السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد حديث العديد من التقارير الصحفية عن تقرب كريستيانو رونالدو وزوجته من الدين الإسلامي، خصوصا بعد انتقالهم للعيش في المملكة العربية السعودية مركز الإسلام والمسلمين، فاجأت والدة كريستيانو رونالدو اليوم ابنها والمسلمين جميعا بخبر سيفرح الجميع إن شاء الله، وهذا ما سنتطرق له في هذا الفيديو بحول الله. لكن قبل ذلك المرجو من مشاهدينا الكرام الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، أفادت مجموعة من التقارير الصحفية عن اقتراب انتقال والدة كريستيانو رونالدو صاحب الخمس كرات ذهبية إلى العيش معه في المملكة العربية السعودية، حيث يقيم نجم الكرة العالمية في قصر فاخر في مدينة الرياض، بعد توقيعه مع نادي النصر السعودي بصفقة هي الأعلى من نوعها في العالم. وتحدثت نفس المصادر على أن والدة رونالدو أخبرته بأنها فخورة به جدا لأنه اختار اللعب في السعودية لأنها أرض الإسلام والمسلمين، وفيها الكثير من الأماكن المقدسة الخاصة بالمسلمين. وأضافت: لقد زرت كثيرا المغرب وشاهدت كيف يعيش المسلمين وكيف يعبدون الله، إنه أمر رائع جدا. والآن سأتجه إلى السعودية أرض الشرفاء، وهناك أخبرني ابني كريستيانو بأن الناس طيبون كثيرا وشعبهم مضياف ويحب الجميع، إنه أمر رائع المجيء إلى هنا حقا. وقالت والدة كريستيانو أيضا: ابني دائما ما كان ممتن للدين الإسلامي، وأنا دائما أدعمه وأشجعه على ذلك، والآن سوف آتي إليه وسوف نتقرب أكثر من كل ما هو إسلامي إن شاء الله. أراكم قريبا في الرياض ومكة المكرمة. وفي الأخير لا تنسوا مشاهدينا الكرام ترك لنا آراءكم على تقرب عائلة كريستيانو رونالدو من الإسلام والمسلمين، وكذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد.